في دراسة جديدة بتقول ان الرجالة بيتعبوا نفسيا اكتر من الستات. ازاي؟ يعني انت بتتعب نفسيا وبتكتئب وبتزعل اكتر من الستات. مش قوي الصراحه، بس الستات اللي بتكتئب اكتر ولا الرجالة؟ بحس الستات اكتر. معنى مش عارف، بس هم بيكتبوا وبينكدوا علينا كمان، يعني تلاقي طبع النكد فيهم علينا. لو هتنكد عليك مين قص النكد؟ ايه مين اساس النكد؟ نكد يعني؟ عليك من غير سبب؟ لا، هي بتبقى السبب على فكره، حتى لو انا السبب، بس هي تنكد عليا ليه؟ حتى لو انت سبب تنكد عليك. السبب برضه هي تنكد عليا ليه؟ انت لو نكدت عليها بتقول لك انت بتنكد عليا، طب سيبك تنكد عليا. لا، اوقات الصراحه برضه، بس مش دايما، اوقات بس مش دايما. يعني هي تنكد عليك من غير سبب ولا لازم يكون في سبب او انت سبب، بس السبب على فكره بيبقى في صف انا، يعني انا ببقى انا اللي على حق برضه. انت اللي مضايقها وانت اللي على حق؟ مش مضايقها. ممكن برضه. ممكن انا جاهله في الحاجات دي، قول لي بقى. يعني هي ممكن بص، برضه منكد عليها. يعني هي بتبقى قاعده في امان الله وانت محترم وبتسمع الكلام، بتعمل كل حاجه ترضي الناس وترضي ربنا وترضيك، برضه مش تيجي هي فجاه تنكد عليك من غير سبب. غريبه برضه، صح. صح. نفكر فيها. يعني لو جينا نبص لقص النكد، هم الستات. ايوه، مش هغير الكلام، هم الستات هم